أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح المحبة، صباح الجمال، صباح التفاؤل. ما أجمل أن نجدد صباحنا بتفاؤل مستمر بأن يومنا سيكون جميلا رائعا. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقاتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد لتزرع الخير. أيضا كن على يقين أن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجابا في إفراج كربك وتحقيق أمنياتك. مثل ما بنعرف، تجارب الحياة هي أكبر مدرسة وأهم معلم. بعض الدروس تغير نظرتك تماما. سوف نقدم بعض النصائح. النصيحة الأولى: لا شيء يدوم للأبد، أي المال والجاه وحتى الألم هو مؤقت وسوف يزول، لذلك لا تتعلق بشيء زائل. حاول أن تكون معتدلا في فرحك وفي حزنك، لأن الشيء الوحيد الثابت في هذه الحياة هي سنة التغيير. أيضا ننتقل للنصيحة الثانية: استمع إلى ذلك الصوت داخل رأسك. لقد تعلمنا منذ صغرنا أن نتجاهل تلك الأصوات الصغيرة المزعجة بالداخل التي تخبرنا أن هناك شيء ما غير صحيح، أو أن الخطوة التالية التي تتخذها قد تكون الخطوة الخاطئة. استمع إلى هذا الصوت، ثق بهذا الصوت، إنها تسمى غريزة، ونادرا ما تكون خاطئة. أما النصيحة الثالثة بالكاميرا كنترول: اطلبوا الحاجات. انتقل للنصيحة الثالثة: اطلبوا الحاجات بعزة الأنفس، فإن على الله قضاءها. لا تقلل من شأنك محاولا الحصول على أمر ما. لا تتذلل واجعل ثقتك بالله كبيرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك حافظ على كرامتك ولا تحاول استجداء أي أحد في أمر ضد الحصول عليه. أما ننتقل للنصيحة الرابعة: وفر المال الأبيض لليوم الأسود. هذه واحدة من أهم النصائح.
التي يجب عليك اتباعها، حيث أن ما تراه اليوم من استقرار الحال والوضع المادي ممكن لا سمح الله أن ينقلب في أي لحظة. لذلك داوم على عادة لذلك داوم على